السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك ولعب العيال يا جماعة. الزمالك في رئيسه المعزول يطلع تصريح ويقول لك احنا غير مؤهلين نفسيا ان احنا نقابل الاهلي بسبب كهربا واللي عملوا فينا. ولا الدرجات دي كهربا حطه صح؟ الله يسامحك يا كهربا، لحد النهارده الزمالك مش عارف يطفيها، لحد النهارده الزمالك تعبان نفسيا، وده حاجات بتأثر يا كهربا. يعني الغريم التقليدي لو خسرناه مين هيلاعبنا؟ مين هنكسبه يا كهربا؟ فيلا الله يسامحك يا كهربا. لكن يا جماعه والله حاجه حلوه جدا، الزمالك نضف وغير من جلده والزمالك بقى شكله حلو ولبسوا بدل، بس هم يا ترى رايحين فين؟ دول رايحين الامارات يلعبوا كاس سوبر مع الاهلي، مش رايحين كاس عالم. ما بالك بقى لو راحوا كاس عالم هيعملوا فينا ايه؟ كانوا زمانهم طالبوا باليوم ده يبقى يوم قومي ويوم اجازه، والله اعلم كان عاملوا فينا ايه. لكن ما علينا، سيبك بقى من القصه ديت. الزمالك امبارح او شابوه فعلا لاداره الاهلي رغم الضغط اللي بيعمله الزمالك وفي رئيسه المعزول ووزير الرياضه ومش عارف مين وزير مين تاني ماشي في السكه زملكاوي يخش عايز يضغط على اتحاد الكوره، واللجنه امبارح اجتمعت بتاعه الاستئناف عايزين يوقفوا كهربا باي طريقه وعايزين يريحوا الزمالك عشان الزمالك يروح يلعب. لكن شابوه فعلا لاداره الاداره القانونيه بالنادي الاهلي، راحوا حطوا جون صح. اهو الجون ده بقى من لحد النهارده من امبارح بالليل الزمالك مش عارف يطفيه. الزمالك لو راح البحر الاحمر لو راح البحر المتوسط المايه مش هتكفيه عشان يطفيه. لجنه الاستئناف اجتمعت قالت لك خلاص احنا مش هينفع ناخد قرار، الاهلي اتجه للقضاء الاداري المستعجل، لازم يفصل الاول وبعدين ايه ان احنا نحل الموضوع ده. وفي نفس الوقت الامر ينطبق على رئيس الزمالك، الوزير قال نفس الكلام ينتظر القضاء، فلازم غصب عنه ننتظر القضاء. فبالتالي جون صح، الجون ده فعلا الاهلي حطه صح، حطه صح بقى في اتحاد الكوره، حطه صح في الوزير، مالناش دخل. المهم الزمالك يجي يلعب احنا جاهزين، كهربا جاهز، وكهربا ان شاء الله لو حطه كمان هو صح الزمالك لا هيكفيه بحر احمر ولا بحر متوسط ولا نهر النيل نفسه، لو راح اثيوبيا في البحيره المتجمع فيها مش هتكفيه. فالله يكون في عون الزمالك، الله يكون في عون جمهوره، ونامل من كهربا ان شاء الله يسجل عشان نفرح نبقى احنا مبسوطين، احنا مزاجنا مبسوط والحمد لله الدنيا معانا تمام، احنا كسبانين الرجاء، رايحين نصف نهائي نقابل الترجي باذن الله، معنوياتنا مرتفعه، عم كولر والكتيبه بتاعته جاهزه بقى، الزمالك يجي بيراميدز يجي، اللي هيجي يروح الامارات هيتلب ويرجع القاهره متروق ومتستف والدنيا تمام. فاحنا ان شاء الله جاهزين باي لعيبه، جاهزين، كتيبتنا كلها جاهزه. عم كولر اعترض بس على التوقيت اللي الاهلي هيروح فيه عشان الفريق يتدرب صباحا، والتوقيت اللي الاهلي يسافر فيه لا هو الفريق يتدرب بالليل ولا يتدرب الصبح. فان شاء الله الامور تتحل، وان شاء الله عم كولر يكون رايح لنا بالله، يعني يكون رايح لنا في المباراه دي ان شاء الله باذن الله مزاجه رايق، مزاجه حلو، بحيث ان احنا برضه نستف الزمالك ونشوف موضوع القلم الاحمر والقلم الاخضر، يعني بحيث ان الزمالك برضه يكون مرتاح. والزمالك في القصه ديت هيلبس المفروض اللبس الاساسي بتاعه اللي هو الابيض، فمش عارفين برضه لحد النهارده هم اختاروا اللبس الابيض استقروا عليه، هل العفريت بتاعهم او الجن بتاعهم اختار ايه احنا لسه مش عارفين، اما نشوف بقى القصه بتاعته الزمالك يلعب ايه في القصه ديت يعني. فاحنا جاهزين للزمالك بجن ازرق بجن اخضر، احنا جاهزين الحمد لله بفضل الله، ربنا يوفق الاهلي في المباراه ديت، ربنا يوفق عم كولر، ربنا يوفق اللعيبه. فخلينا نشوف الدنيا فيها ايه، خلينا نشوف الزمالك رايح مش رايح. احنا طبعا شايفين قصه وضغط شديد جدا حتى من صابر رقاصه، عندنا ميدو يعني طالع كده في دور جديد، وطالع صابر رقاصه وطالع بقى بيهيج الامر الراي العام، وان هو بيشجع الزمالك او اي خبر المعزول عايز يسربه عم بيديه الصاب بتاعه. فعاملين شغل حلو بصراحه، عاملين شغل حلو، عاملين دوت حلو على السوشيال ميديا. لكن زي ما بنقول الاهلي امبارح حطوا صح في الاداره القانونيه، وبالتالي الدنيا كانت حلوه، الراي العام كان حلو امبارح، الراي العام كان مبسوط امبارح، الراي العام الاهلاوي كان مكيف امبارح بان لجنه الاستئناف وقفت قرار ايقاف كهرباء. شكرا جزيلا، نشوفكم مباراه قادمه ان شاء الله، وتكون الفرحه في الامارات ليله حمراء باذن الله، تكون الامارات ليله حمراء.